مثل ما الرئيس لازم يكون خادم للناس، قاموا عملوه حاكم وصاروا يعبدوه. الفن كمان لازم يكون خادم للناس. نحن فنانين مهرجين للنظام، لهلا عم يشتغلوا، عم يقبضوا من دماء الأطفال، عم يقبضوا مصاري من دماء الأطفال مشان يعيشوا ويعملوا يلي بدهم اياه، يعيشوا بسلام. هن مفكرين انه هذا سلام، لا هذا مو سلام. الفن لازم يعمل شيء. انا كومبارس يا سيدي، تركت مصاري وتركت شغل وتركت وانخرب بيتي وطلعت مشان وصل صوت يلي جوا. هن وصوني قالوا لي انت شيخ الشباب وبدك تحكي، ابو رفيق شيخ الشباب، بدك تحكي، بدك تقول نحن قديش موجوعين، نحن قديش مظلومين، نحن قديش مقهورين، نحن شعب بحق له يعيش، نحن شعوب الفصول الأربعة نتآلف مع كل الأطياف بالمجتمع، نحن ما بدنا حرب، نحن بدنا سلام. طلعت وصل هي المقولة، عسى انه رب العالمين، عسى انه الغرب يعرف انه نحن شعب حرام، حرام يلي عم تعملوه فينا، حرام يلي عم تعملوه فينا. نحن شعب مسالم، نحن ارقى شعب بالعالم، نحن شعب من زمان التاريخ. حرام، يكفي ظلم. انا ما في حدا عم يدعمني، وانا فنان، بس إذا ما دعموني أنا فنان. أنت عم تدفع ثمن موقف إيه بالنهاية. إيه، أنا فنان، بدي أقدم فني الحق وبدي أقول الحقيقة. ف غريب قديش في تشرذم بالمعارضة، لأنه لازم هذا الشيء لازم يعتنوا فيه، إن لازم يألفوا بيناتنا، لازم يعملوا أعمال. نحن في فنانين معارضين بخارج البلد، لازم كلياتنا نجتمع مع بعض ونعمل أعمال اللي تفيد الثورة وتفيد الأهل جوا وتفيد الناس جوا وتعطي صورة للخارج إنه نحن شو عم بيصير فينا جوا. ما في ليش هن عندهم عم بيدافعوا عن حالهم هن وبيحطوا الصرماية على راسهم، بيفرجوكي حالهم انه حاطين الصرماية البوط العسكري على راسهم مشان يفرجوكي اعلام قوي واعلام انه هن بيحبوا الوطن. نحن بنحب الوطن اكثر بكثير، بس ما في ألفة، ما في تآلف. ما بعرف هاي المصاري وين عم يصرفوها، وين عم يروحوا فيها، ما بعرف شو عم بيعملوا، بس هيك عاملين لي معارضة وما معارضة وهوبرة والعالم عم تموت جوا. حرام يا شيخ، حرام.